أهلا بيكم يا أبطال في اليوم السادس. مكملين رحلتنا في الزتونة في المذاكرة ل10 أيام. النهاردة مش هنتكلم عن التكنولوجيا خالص. النهاردة هنتكلم عن الأساس، عن العمود الفقري للنجاح، تنظيم الوقت. لو أنت بتحس إن اليوم بيخلص من غير ما تنجز حاجة، أو إن الدروس والواجبات متلتلة فوق دماغك وما بتلحقش تخلصها، فالفيديو ده ليك. تنظيم الوقت مش محتاج برامج ولا موبايلات، هو محتاج ورقة وقلم ونية حقيقية للالتزام. السر كله بيبدأ من قائمة المهام اليومية أو التودو ليست. كل يوم قبل ما تنام اقعد مع نفسك 5 دقايق وامسك ورقة وقلم واكتب كل حاجة محتاج تعملها بكرة، دروس، واجبات، مذاكرة، حتى وقت الراحة. وتذكر القاعدة الذهبية: الناجحين بيخططوا ليومهم بالدقيقة. تاني حاجة وهي تحديد الأولويات. مش كل المهام زي بعض، ابدأ دايما بالضفدع، والمقصود بيه المادة الأتقل أو الدرس اللي انت شايل همه، لأن ده اللي محتاج أعلى تركيز. تالت حاجة، ودي زتونة النهاردة، هي خلق سيستم للدراسة. حدد مكان ثابت للمذاكرة، يكون هادي ومنظم ويكون فيه كل أدواتك. لما تقعد على المكتب ده عقلك تلقائيا هيدخل في مود المذاكرة. وقسم وقتك لجلسات تركيز، يعني 50 دقيقة مذاكرة بتركيز عالي، وبعدها 10 دقايق راحة حقيقية بعيداً عن أي تشتت. ده اللي بيحافظ على طاقتك طول اليوم وبيخليك تخلص في ساعتين اللي غيرك بيخلصوا في 4. تذكر يا بطل، تنظيم الوقت هو مهارة بتتبني بالتدريج، فما تيأسش لو السيستم باظ منك في الأول. استعدوا لأن بكرة اليوم السابع، وهنتكلم عن حاجة ما بنعملهاش غير وقت الأكل، بس لو عملناها وقت المذاكرة هتغير مستوانا تماماً. التزامك النهاردة هو اللي بيصنع نجاحك بكرة. أشوفكم بكرة. سلام يا أبطال.